نكذبش عليكم، انا صراحه دابا حاليا كنحس بواحد الحزن عميق، كنحس بان تغدرت، لان هذا الغدر العرس ديالي البارح كان البارح، وبقى بالحنه ديالي ها هي، يعني ما دازتش حتى 24 ساعه حتى كنتصدم بحالي بحالكم. راجلي كنعرفو المده هادي من 2018 فاش تعرفت عليه، ودرنا الخطوبه في 2022 في الاخر ديالها، وديما ديما ديما كان لو كونتاكت انا وياه يوميا، كنهضروا 24 ساعه على 24 ساعه، يعني شي حاجه اللي غتخليكم تشكوا ولو ذره ما كايناش. كنتفاجئ بحالي بحالكم ديك البنت اللي اتصلات بالصحافه وكتقول لهم انا كنتفاجئ براجلي عريس، فانا ما كنتش عارفاه مزوج نهائيا نهائيا، ما عرفتوش مزوج. عرفتو مزوج بك لان حنا سولنا هنا في المغرب وكلشي ما دارش لاكت، دونك حنا كون كنت انا عارفو مزوج بك ولا حتى ب 0.1% غادي نتجرأ حتى انني نقول ليه السلام. انا ماشي تربيه هذوك وما تربيناش هكا. تبارك الله عليك وبرافو عليك اللي بقيتي صامده وانك شفتي داك المنظر وشفتيه معايا. انا ما دايره حتى شي حاجه اللي كتحشم باش انني نبقى مخبيه وما نهضرش. كنت قلت لكم كنت قلت واحد المنبر اعلامي ما بغيتش عرسي يتصور، ما بغيت حتى لقطه في عرسي تخرج، كنت قلتها لكم وانا داكشي اللي كنت باغا البارح، ولكن مع ذلك تحط العرس. وشوفوا سبحان الله، كل ما تحطش هذا العرس هذا ما كانش ديك البنت غادي تشوف السيد اللي معاها. انا عرسي درتو بالطريقه اللي انا تمنيتها، يعني كنت دايره واحد 12 طبله، والناس الاقارب اللي كانوا معايا اثنين ان شاء الله غادي نبداو في المسطره القانونيه ديال باش اننا نحبسوا هادشي هذا كامل.